كيفاش حتى في عمري 18 عام وقطعت العادة السرية لمدة طويلة. في هذا الفيديو ما غاديش نهضر ليك على الاضرار ديال العاده السريه كيف ما مولف تسمع، حيت انت عارف هاد الاضرار مزيان واخا هكاك باقي كتمارس هاد العاده. هادشي علاش هاد الفيديو غيكون مختلف على اي فيديو اخر سمعته، حيت غندوي ليك عليا انا شخصيا كيفاش حتى قطعت هاد العاده، وغندوي ليك على الطرق اللي غتعاونك ديال بصح باش تحبس حتى انت هاد العاده في مره. هادشي علاش تفرج في هاد الفيديو حتى الاخر، حيت غيكون من احسن الفيديوهات اللي كيدويو لهذا الموضوع. ما تنساش معاك لايك واشتراك في القناه باش يبقى يوصلك كلشي. نبداو الفيديو. العادة السرية هي أكبر مشكل كيعاني منه الشباب حاليا، وهي اللي كتخليهم يعانيون بزاف ديال الحوايج بحال الاكتئاب وضيق الخاطر وزيد وزيد. واخا كلشي كيعرف الضرر ديال هاد العادة على الجسم ديالو، إلا أنه واخا هكاك ما كيقدرش يبعد منها، حيت بكل بساطة ولات إدمان. وهاد الإدمان ماشي شي حاجة اللي صعيب تتغلب عليها، حيت أي حاجة في هاد العالم كيف ما بغات تكون عندها الحل ديالها. أنا بحالي بحال أي شاب، حتى أنا دزت من هاد المرحلة ديال الإدمان وهذا التخربيق، حيت ملي كيبدا الواحد يبلغ كتجي هاديك السخانه اللي كنسميوها المراهقه، وكيبقى يجرب اي حاجه كيسمعها. ومع حنا كبرنا في وسط مجتمع اللي عنده عيب الهضره في هادشي مع الناس الكبار، فما عرفناش واش هاد العاده مضره لهاد الدرجه الكبيره. حيت انت في واحد السن صغير في وسط مجتمع بحال هكا ما غتقدرش تمشي عند باك وتقول ليه شنو هي العاده السريه واشنو الغايه منها ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي اشنو كيخليك تدير؟ كيخليك تسول صحابك والدراري اللي قدك في السن، حتى هما ما عارفين والو في حالك في حالهم، واي هضره كيقولوها ليك كتكون غير منقوله من شي واحد فحالكم. المهم انت ما كتكونش عارف الاضرار ديال ديك العاده، وهكاك كتديرها اليوم وغدا وبعد غدا وانت غادي، حتى كتلقى راسك كبير في السن وانت باقي كتمارسها. وحتى اذا بغيتي تقطع ديك العاده ما كتقدرش، حيت كتكون تبليتي بها. وباش تخبع هاد الحقيقه كتبدا تقول لراسك هانيه اصلا هادشي غير بين ما نتزوج، وملي غنتزوج غنوقف هادشي. ولا كتقول انت ماشي لخاطرك والوقت اللي صعبت وانت غير ضحيه التعري اللي ولا دابا. اييه حنا عارفين هادشي كيخلي الواحد يبقى يشوف العاده السريه حل، وفي نفس الوقت يشوفها منقذ باش ما يطيحش في الزينه. ولكن سؤال، اشنو غيوقع لك اذا كنتي ما كتزني ما كتمارس العاده السريه؟ بطبيعة الحال ما غيوقع لك والو، العكس غتكون انسان طبيعي 100%. اذا كنتي كتظن الزواج حل لهاد العاده فراك غلط مليار في مليار، حيت الجماع والعاده السريه مختلفين كل اختلاف على بعضهم. يعني داك الهضره ولا الفكره ديال هادشي مؤقت غير بين ما يسهل عليا الله نتزوج، غير زولها من عقلك حيت غير كتخربق. واذا بقيتي بهاد العقليه فراك غتخرج على راسك وعلى ديك بنت الناس اللي غادي تزوج بها، وغتولي حياتك عباره عن مشاكل. حيت اذا فشلت العلاقه الحميميه في الزواج فهادشي يعني ان الزواج كامل فشل. لهذا انت لازم وملزوم تقطع هاد العاده وتبعد منها بصفه نهائيه. انا ملي كنت مبلي بها كنت دغيا كنفشل ونقنط من الحاجه ودغيا كنعيا وديما مرخي وما فيا كاع. انا كنت ملي كنمشي نلعب الكره غير كتدوز ربع ساعه ما كاملاش اللي ما درت فيها حتى شي مجهود، كنحس براسي ما بقيتش قادر نكمل ولو غير لمده 5 دقائق اخرى. وكنت عارف ومتاكد ان داك العاده هي السبب باش انا هكذا. ودازت مده طويله على هذا الحال حتى جا واحد النهار اللي يمكن لك تقول فيه فطنت، ويمكن تقول لحظه ادراك. قلت لراسي تا اش كنخربق؟ شني هذا الجهل والدل اللي كنحط فيه راسي؟ واش بسبب الشهوه اللي هي اصلا كاينه باش نحاربها؟ جالس كندل راسي بسببها. داك الادراك خلاني نختلف في التفكير لدرجه دابا ان الشهوه ولات كتبان لي غير تخربيق. يمكن انت ما يجيكش هذا الادراك، ولكن سول راسك اش كتخربق؟ واش بسبب الشهوه غتولي حيوان؟ اذا سولتي راسك وعرفتي القيمه ديال الذات ديالك عمرك غادي تعاود تفكر تدير هاد العاده واخا تلصق السما مع الارض. كاينه واحد الجمله اللي سمعتها وغيرت المنظور الفكري ديالي 190 درجه، ويمكن تفيدك حتى انت. هاد الجمله كتقول عليك الاستسلام للخساره الصغيره لتفادي الخساره الكبيره. هاد الجمله راه عميقه لواحد درجه كبيره بزاف، واذا طبقناها لهذا الموضوع فراه غتعني ان خصك تستسلم لحقيقه ان هاد العاده حرام ومضره، وداك النشوه اللي كتجي منها هي مجرد طريق لواحد الخساره كبيره اكثر ما كتخيل في حياتك والعلاقه الزوجيه ديالك في المستقبل. يعني راحتك اليوم هي عذابك غدا. باش تقطع واحد العاده انت مدمن عليها صعيب شويه، ولكن اذا زولتي اي اشاره كتخليك تديرها فراه غتجيك ساهله تقطعها. مثلا ملي تكون في الزنقه غض البصر ديالك وما تشوف في حتى وحده واخا تكون كيف ما بغات تكون. راه الله عز وجل ما قالش غض البصر غير هكاك وصافي، راه هادشي فيه حكمه، وهاد الحكمه هي تفاديك للمشاكل والعذاب النفسي. ثاني حاجه، اذا كنتي كتفرج في المواقع الاباحيه دير
ديال النفس في راسك، واش بكامل قواك العقليه كتفرج في جوج كيمارسوا الجنس وانت غير متفرج، راه هادشي براسو غيخرج عليك بلا عاده سريه. حيت ملي كتولف الفراجه في هادشي، نهار غتزوج وغتكون انت اللي غتمارس الجنس، الدماغ ديالك ما غيعاونكش، حيت غيكون ولف دور المتفرج، وهادشي غيخليك تعاني من ضعف في الانتصاب. وزيد عليها داك المواقع غير ضحكين عليك ومعايشينك في الوهم، حيت داك الفيديو اللي فات 8 دقائق راه باش صوروه وجابوه بداك الجوده خسروا فيه الزباله د الفلوس وبقاو فيه اكثر من 3 شهور باش يعطيوك 8 دقائق، يعني كيعطيوك نظره غالطه على الجنس. بغيت نسولك، واش انت نهار غتمارس الجنس مع الزوجه ديالك الاول مره، واش غتكونوا بنفس الجسم المثالي اللي كتشوف وغتكونوا بنفس التفاهم والمتعه اللي كتشوف؟ راه مليار في مليار لا، راه الواقع مختلف بزاف. وزيد عليها ضعف الامكانيات والفقر، حيت معروف اللي كيتفرجوا في داك المواقع غير الفقراء، راه اصلا داك المواقع مصايبين باش يخرجوا عليك، راه الغايه ديالهم من داكشي كامل هو يخرجوا على الانسان. شحال من واحد مزوج وما كانش عنده التليفون وكان مرتاح مع مراته عاجبو الحال، نهار دار التليفون وبدا كيتفرج في داكشي ولا كيكره مراته، يحس بلي ما واخدش حقه، بلي ما كتكونش معاه في العلاقه كيف هو باغي، ولا بمعنى اخر كيف شاف داك المواقع. راه طبيعي يحس هكذا، حيت كيف قلت لك هاد المواقع كيستهدفوا العقل ديالك ويخرجوا عليك بلا ما تحس، حيت اللي مؤسسين داك المواقع عارفين مزيان بلي الاساس ديال الزواج هو العلاقه الجنسيه، واذا خسروها فراه غيتخسر الزواج وغتخسر الامه كامله بصفه عامه، والفهم يفهم. ثالث حاجه الاباحيه، غتخليك تشوف كلشي بطريقه اباحيه، صاحبك باك امك اختك كلشي غيبقى يبان لك في عقلك بطريقه اباحيه اللي غتخليك تشك في راسك واش طبيعي. وبسبب هادشي شحال من واحد رجع مثلي، حيت الانسان واحد الاله معقده بزاف وانت واخا تظن انك قادر تتحكم في راسك واخا تبقى تتفرج في داكشي، راك غلط، حيت داكشي كيولي تلقائي في دماغك. انا متاكد اي واحد كيشوف هاد الفيديو الحلم ديالو يعيش مزيان ويتزوج ويكون متفاهم مع الزوجه ديالو وبلا مشاكل كبيره. هادشي علاش غنقول لك اذا بغيتي هادشي يكون، خصك تقطع هاد العادات، حيت بهم ما عمرك تحلم بهادشي. ودير في بالك كل حاجه بثمنها، والثمن ديال هاد الحلم هو المقاومه ديالك للشهوه والتخربيق بصفه عامه. شوف بركه ما تكذب على راسك، ما تبقاش تفتش على الفيديوهات اللي غيعاونوك باش تقطع هاد العاده، حيت انت هكذا غير كتخبع في ديك الهضره ديال باغي نقطع وما قادرش. اذا كنتي راجل وبنفسك وعندك مستقبل كتفكر فيه، فراه ما غتسنى حتى واحد يقول لك زول هادي وخلي هادي، وغتدير كلشي لراسك. حتى واذا كنتي انت بلا نفس، دير غير بحساب اللي خلقك وكيشوفك في كل مره كتحول فيها الحيوان. بركه ما تضحك على راسك، وخدم راجل مع راسك واعتق راسك، حيت ما غيفكك حتى واحد من غير راسك. وكيف قلت لك انا ما درت حتى شي خطه باش نقطع هادشي، ما فادني حتى شي فيديو، اللي فادني هي الرغبه ديالي في رضا الله ونفسي ونعيش في العز. وهاد الرغبه كانت السبب في الادراك ديالي، وهي اللي خلاتني نسول راسي اش كنخربق. نهار غتوقف وتسول راسك هاد السؤال، عرف راسك فيقتي وعقتي، ونهار غتقطع هاد العاده غترجع تعيش من جديد، وغيولي فيك الجهد ديال بصح. وهذه هضره حقيقيه، حيت انا تحولت من واحد كيلعب ربع ساعه ديال الكره ويوقف لواحد كيلعب 2 ساعات متتاليين بلا وقوف. المهم الفوائد اللي غتجيك انت عارفهم مزيان، خاصك غير تخدم راجل مع راسك، زير راسك 90 يوم، امور هاد 90 يوم كون متاكد مع عمرك غادي ترجع ليها. قبل ما نسالي الفيديو دير في بالك بلي انت انسان، والانسان عنده نعمه كبيره اللي هي العقل، وفوق هادشي كامل انت مسلم، يعني كرمك الله بالاسلام، والمسلم كيعيش كيف بغى الله وكيف بغى هو، وماشي كيف بغاو اعداء الله يعيش. وهادشي ديال الدل والوسخ ما كيناسبكش اخي المسلم، لهذا راك عارف مزيان اش خاصك تدير. المهم هنا غنكونوا سالينا هذا الفيديو، كان في امكاني نزيد ندوي على بزاف ديال الحوايج فيه، ولكن كان غيجي طويل وانا كنلقى الصعوبه في التسجيل، لهذا كندير قد جهدي. وطبعا اذا عجبك الفيديو واستفدتي منه شي حاجه، خلي معاك لايك واشتراك وزيد. المهم راك عارف الهضره اللي مولف تسمعها وصافي. كان معكم تورفين، تهلاو.